السلام عليكم خوتي خواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. خواتاتي، اليوم جيتكم بقصه اخرى ثانيه واقعيه. الاخت ديالها من مدينه الرباط. هاد القصه كنتمنى من البنات ياخذوها عبره ويديروا بها وما يجوش اللي تبعهم باغي المعقول. يعني باغي المعقول، باغي نتزوج بيه، كنجيب عيلتي. ما سولو قبل ما تخطو هاد الخطوه، سولو عرفوا عائلته شكون وهو منين وشنو تيعمل. المهم غنبدا معكم القصه. صاحبه هاد القصه من مدينه الرباط، اللي هي بنت كبرت في اسره محافظه، اسره ميسوره الحال، الله يبارك لهم يا ربي في رزقهم، هي اخوتها. المهم قراو ما شاء الله، اللي توظف واللي مزوج. بقات هي قرات، خدمت هي ما شاء الله، وظيفه زوينه، وظيفه حلوه ندخل في المصري، وظيفه زوينه تحلم بها كل بنت. المرتب ديالها او كما نقولوا الشهريه ديالها زوينه، الله يبارك لها يا ربي. خدامه، بنت زوينه صغيره، اللي شافها كيبغيها، كيتقدموا ليها الناس، ولكن هي كترفض، ما مستعداش للزواج، ما كيدخلوش كما نقولوا بالدارجه المغربيه، ما كيدخلوش لدماغها. المهم يوم من الايام صادف واحد هو عجباتو، بغاها للزواج فعلا. رفضاتو في الاول، بقى مصر، بقى يتبعها كما نقولوا لاصق فيها، بحال وافقت عليه، قنعها. بدا كيفرش ليها داك الارض ورد، انا عائلتي وانا عائلتي وانا وانا وانا، حنا مدلعين وحنا كذا، يعني مفشين كما نقولوا حنا هادي. المهم مشات البنت، صارحت اختها الكبيره، قالت لها في واحد كذا كذا، وكيعاود لي على عائلته ما شاء الله ودايرين وهذه. هو اصلا هذا دخل على طمع، ما تقولوش هي اللي داخله على طمع، لا، هي من يحكي لها بالعكس، هي كابره في الخير ما شاء الله، وهي بوظيفتها ما تحتاجش لهذا. مني بدا كيحكي لها على العائله وعلى هذه، قالت يمكن هذا هو الرجل المناسب، هذا هو هذا. مشات حكات لاختها، عاودت لاختها قالت لها في واحد كذا كذا. المهم جات عائلته، اللي هما الولد عايش مع، قال لكم امه ميته، وعايش مع عماته كمان في دار العيله، وعنده جده. جاو خطبوها، داكشي زوين، كلشي زوين. جاو خطبوها، داروا داك يعني البنت عملوا لها عائلتها عرس يعني ما نقولش لك، عرس كبير في قاعه كبيره. ما عارفين حنا المغاربه تقاليدنا كنذبحوا البقره، كنذبحوا ما شاء الله، الله يبارك، يعني احسن عرس دار ليها. المهم البنت وهما ما في الاول كان عليهم يرفضوا، مشاو مني تكتب عقد الزواج، عرضوهم عائله العريس. قال لك مع دخلنا بداو كيحطوا لنا في داكشي المجامر، وتقول لهم دا باش العين حنعملوكم، شتقولوا ليها، نفوسخوكم العين وهذه. وقالت لك المجامر محطوطين، هما الناس ما كابرينش في هذا الشيء، اللي ما كابرش في هذا الشيء راه ما غاديش يعني هذا الشيء عرفوه من بعد. عاد تقول لهم العين. قلت لك كلينا شربنا، خرجنا مشينا، وصل للعرس. قرب العرس عفوا، قال لي انا جداتي كتجي عندي وكتمشي، هما في بيت العيله كما كنقولوا، يعني الدار من طوابق، جداتو الفوق وعماتو لتحت، وعاطينه يعني شقه. من هذا الشيء كامل ما كاين، لا هما ساكنين كلهم عندهم الشقق، ولكن في بيت واحد. المهم وصل كما قلت لكم العرس،
دار العرس كما قلت لكم زوين، وهذا حضرة العائله، العرس كبير ما شاء الله، كلشي على حقه طريقه، الفطور على حقه طريقه، كلشي هو هذاك. صافي دازت ايام ديك العرس، وحده من عماتو كتدخل بزاف، كتدخل حتى في الخصوصيات اللي ما بين الزوج والزوجه في غرفه النوم، شنو وقع وشنو حصل المهم كما نقولوا داكشي بايخ ما عندهاش حق تدخل فيه. شويه قالت لك داوها كما نقولوا حنا بزطام فيه 5000 درهم، قالت لها شوفي هذا خليه عندك. وهداك البزطام مرت ليام عرفوا بالله داك سحر. البنت مني حطوا عندها داك البزطام فيه 5000 درهم، دازت شحال من يوم قالوا لها عطيه لينا، خداو. هذاك ولات كتجيب الماندا كتعطيها ليهم، غادي نضيفين هي اللي تخلص، غادي للحمام هي اللي تخلص بالطيابه بكلشي، جايين عندهم ضياف هي اللي تحط الكوتي او الكسكروط يوميا هي اللي تخلصه. شويه تيقولوا ليها بغينا نبنوا دار فوق الدار، بغينا نفرشوا، بغينا يعني بلوك يستغلوا البنت بحال عماوها، الفلوس اللي كتشدوا من هنا كتعطيهم ليهم من هنا. المهم لقى جداتو عايشه معاه، ما كاينش عا كتنزل عندي وطلع، عماتو عايشين معاه ما كاينش. المهم لقات نفسها دايره في واحد العصابه، وحده من عماتو يدوروا لا ما نعرفش كتجيه نسيت كتمشي للامارات. المهم راك عارفين انسانه ماشي مزيانه. المهم دارت، انا نحاول نختصر لكم لان القصه طويله، انا نحاول نختصر لكم. البنت صافي مشات تقهرت، والولد المشكله ظريف، الولد ما تسمعش منه كلام العيب، ولكن اللي مسيطرين عليه عماتو، خصوصا وحده يعني وحده ما نقولش لك، قالت لك التصرفات اللي كدير معاه كيدخلوا الشك، استغفر الله العظيم. المهم البنت صافي تقهرات، ما يعني صافي عيات من خسرة الفلوس، عيات من ما كيسمعش ليها، عيات منها العمه ديالو. مشات غضبت عند والديها، مشاو رجعوها. تعرف الوالدين ما تيبغوش الطلاق، والبنت ما قال لهم والو من هذا الشيء. رجعوها، حملت. مني حملت العمه ما عرفت غارت منها ولا تتعاملها خايب، تقول لا بغيت هذه، تقول المهم تتعاملها خايب. البنت شهات كسكسو، ما لقات اللي يعملوا ليها، بصح صاحبتها في الخدمه ديالها قالت لها نعملوا لك. مشات عندها كلاتو وجات، بدات تقول لها علاش مشيتي وعلاش هادي وعلاش هادي. المهم صافي نوضتها مع مشات تاني عياو ما يمشوا باش يرجعوها. ولدت الولد عند دارهم، جاو تاني رغبوا بيزوقوا، جابوا الناس، رحنا نعملوا السبوع، رجعوها دراو لها السبوع فرحانين، يلاه بايام تاني نرجعوا معاها لنفس المشكل. صافي البنت تقهرات، صافي خرجات شرات دارها، فرشتها، عايشه مع وليدها ما شاء الله، دابا راه كبير كيقرا. اللي هو بغيت نقول لكم، العمه اللي هي العمه ما طلعاتش عمته، والام اللي نسبوه ليها قالوا لي هذه امك ميته، ماشي امه. الاخت ديالها الكبيره جالسه مع واحد الصديقه ديالها، في كافي، تمت دايزه واحد السيده، وهي تقول لها فلانه كتعرفي هذه؟ قالت لها الله، هذيك السيده صديقه دوك الناس. قالت لها الله كنعرفهم. قالت لها دو ماشي مزيانين، ماشي مزيانه، ماشي كيعملوا داكشي الخايب. مهم كيف غنقول لكم، باش نشرحها لكم، يعني ناس ماشي مزيانين خارجين للطريق. قالت له كتعرفي الناس، واحد الناس ها سميتهم وها عطاتهم السميه. قالت لها هي كنعرفهم. قالت لها انت اللي عرفك عليهم؟ قالت لها دوك راه ناس اختي. قالت لها قالت لها اللي كانوا متزوجين اختي. قالت لها نتوما شنو حصل لكم تتناسبتوا مع هاد الناس؟ نتوما فين وهاد الناس فين؟ قالت لها علاش؟ قالت لها هاد الناس راه اوسخ من الوسخ. قالت لها علاش؟ قالت لها شتي؟ قالت لها تعرفي فلانه عمتو؟
قلت لها شكون فلان عمتو؟ قالت لي فلان عمت فلان. قلت لها شكون اللي قال لك عمتو؟ قالت لي علاش؟ قلت لها هذيك راه مو، وهاد السيده اللي دازت هي اللي دخلتها لدارها وهي اللي قابلتها وهي اللي ولدتها عندها وهي كلشي. الام ديالو والداه استغفر الله العظيم في الحرام، ومني ولداتو رجعوها للدار نسبوه لوحدها كانت خوتها تما قبل ما تموت. قالوا لها ما تقوليش دا ولدك عائلتها، ما تقوليش دا ولدك. المهم من نعرفوا هذا هو الولد اللي متزوج البنت عارف الحقيقه، عارف بالله هذيك امو، عارف كل شيء. هو اليوم اللي تزوجها قال لها عندي واحد الصندوق اسود في حياتي من بعد وغنعاودو لك. دابا يا غتقولي هاد القصه علاش؟ لان الانسان ما يجيش ويطيح. والمشكله البنت الام الولد مرات الولد اللي والده معاه ولد ما بغاتش تقول لولدها بالله جداك هي فلانه. قلت لك ما تشرفناش تكون هذه جداه. الناس فاسدين، الناس ماشي مزيانين، قلت لك ما تشرفناش. المهم بغيت الناس اللي غيتفرجوا في هذا الفيديو يقولوا لي يعني واش يخبوا على الولد ولا يقولوا ليه دابا ولا حتى يكبر شويه يعقل. المهم هي البنت رافضه تقول لولدها هذه راه جداك، رافضه وندمت ندم تتزوجاتو. يعني البنت ماشي من مستواهم. وكنتمنى اللي شاف هذا الفيديو يعطينا رايه في هذه القصه. وسمحوا لي على السرد لان نتوما عارفين غنقول لكم اذان كيأذن ديال الظهر. سمحوا لي خاصني نقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.